من طفولتي وأنا متأقلمة مع إعاقتي، متقبلة قدر ربنا بطيب خاطر، مش معترضة على قضاء ربنا أبدا. الحمد لله من جوايا دايما حاسة بالراحة والرضا والطمأنينة رغم كل حاجة صعبة مرت بيها في كل مراحل عمري، سواء من الأطفال المتنمرين وبعض من أهلي المقربين. لكن بالنهاية ما كنتش أسمح إن حد يضعفني ويجعلني أعيش دايرة الكره والحزن وأخسر بسببهم نفسي. صاحبة الفضل اللي كانت محتوياني هي أمي اللي ما كانتش تسيبني لوحدي طوال أيام دراستي. حتى اللحظة دي هي اللي زرعت فيها الثقة بالنفس وقوت شخصيتي رغم كل الظروف. أنا كبرت وفي عيب خلقي في وشي، عيني اليمين نصها مقفول واللي لونها بيميل للون الأزرق الفاتح، ما أقدرش أشوف بيها، ولكن اتعودت إن أشوف بعين واحدة. كمان رجلي بتعرج من بداية ما اتعلمت المشي في مرحلة المشي منذ الطفولة. الحمد لله على كل حال، ربنا أحسن خلقي، أفضل حال من كتير ربنا رزقهم الخلقة الكاملة، لكن لم يشكروه على نعمه. فبالرضا يصغر ما هو كل صعب بالحياة. مش بتذمر أبدا مما أنا عليه، ناهيكم عن مروري ببعض المواقف اللي ضايقتني طول حياتي، لكن ما كنتش بقف عندها، كنت دايما بتغلب عليها وأمر عليها مرور الكرام. كبرت وأنا على ده الحال أتحمل كل اللي حواليا بإزعاجاتهم وتلميحاتهم، وخاصة لما بلغت السن اللي بيسمح للزواج. أكيد اتأخرت فرصتي للزواج زي باقي الفتيات، مين ده اللي هيختار فتاة معاقة؟ علشان كده نزعت فكرة الجواز من مخي تماما. ولحد في يوم من الأيام رجعت من شغلي كعادتي زي كل يوم، ولقيت ضيوف في البيت. عرفت منهم بس جارتنا اللي اسمها زليخة، لكن الباقي معرفوش. سلمت عليهم كلهم، ومن بينهم كان في رجل باين على وشه انه حزين ومطقطق راسه لتحت. بصيت لامي وكأني مستنية منها انها تعرفني عليهم، لكن حسيت زي ما يكون بتتجنب نظراتها ليا. اتكلمت خالتي زليخة وهي بتضحك معايا وقالت: سعاد، انت رجعتي من شغلك تعبانة، ادخلي وغيري لبسك وبعدين تعالي علشان تتعرفي على زوجك المستقبلي. الكلام نزل على ودني زي الصاعقة. يا ترى اللي سمعته ده صح ولا غلط؟ زوجي انا؟ هنا بقى اتدخلت امي في الكلام علشان توضح لي كلام خالتي زليخة اللي قالته. وقالت امي: كنت عايزة اقولك في التليفون ان في ضيوف جاية علشان يخطبوكي، ولكن موبايلك انت نسيتيه في اوضتك. وقتها ابتسمت وسألت نفسي: مين اللي هتجوزه يا ترى الرجل اللي شايفاه دلوقتي غلط في العنوان؟ ويا ترى شاف شكلي لا يسره لان شكله حزين؟ لكن قلت في نفسي: مش هغضب، عود من حيث اتيت، ولكن ما تعاملنيش كأنك رأيت عفريت. وانا بحاور نفسي اتكلمت خالتي زليخة من جديد، وكانت مصرة رغم صمت العريس اللي ما كانش بينطق بكلمة من وقت دخولي للصالة عليهم. وقالت: سعاد، العريس ده من قرايبي، وعلشان أكون صريحة معاكي هو عنده طفلين، ولد وبنت، ووالدتهم اتوفت ما مرش عليها بضعة شهور. هنا فهمت سعاد وقالت في نفسها: الوضع اتفهم قدامي، وبالتحديد وضع وموقف الرجل المتسمر قدامي. أظنه المسكين حياته انقلبت رأسا على عقب، أظنه في موقف لا يحسد عليه. الجلسة دي كان مغصوب عليها، لو ما كانش محصور مغلوب على أمره لقام فرارا ولن يرى خلفه بعد ما شافني. أشفقت على حاله وبادرت بالكلام معاه أولا لأهون عليه الأمر، وقلت له: رحمها الله، لكم مني خالص العزاء على فراقها. رد علي وقال لي: امين يا رب، شكرا. خالتي زليخة قطعت الكلام وقالت: هنسيبكم لوحدكم شوية وأنا ووالدتك هنجهز القهوة. لقيت نفسي برد وبسرعة: مفيش داعي يا خالتي، انتوا بتضيعوا الوقت، يا ريت لو استثمرتوه في انكم تدوروا على زوجة تانية ترفع من رأس العريس الحزين قليلا. بمجرد ما اتكلمت نطق العريس الحزين المطأطئ رأسه وقال: هو انت بتشتغلي زي ما قالت لي عمتي زليخة؟ رديت وقلت له: أيوة، أنا بشتغل في روضة للأطفال. كمل كلامه وقال: طيب اسمعيني، انا هدخل في الموضوع على طول من غير لف ولا دوران، واخفى عليكي اللي انا عاوزه بالظبط. زي ما عرفت من شوية ان انا فقدت زوجتي ولم يمضي على وفاتها الا شهور قليلة، وفي خلال الفترة دي ما قدرتش لوحدي ان احتوي اولادي على اكمل وجه، وخصوصا ان اجازتي خلصت واضطريت ان ارجع شغلي، ووالدتي هي اللي كانت بتعتني بيهم، لكنها مسنة مش بتقدر ان هي تلبي احتياجاتهم وطلباتهم
اللي ما بتنتهيش. علشان كده قررت إن أجد ليهم أم بديلة تحن عليهم وتعتني بيهم زي ما يكون أبنائها اللي ولدتهم من بطنها، إن لم أكن أبالغ في أمنياتي. عمتي زليخة أشادت بيكي وبتربيتك وبأخلاقك، علشان كده أنا أطلبك للزواج، وإن قبلتي سأكون ممتنا لك وشاكرا لك. لقيت نفسي سألت هم أولادك عمرهم قد إيه؟ رد وقال سوسن عندها 4 سنين بناديها بسونة، أما سامي قريب هيكون في سنة أولى ابتدائي. يا لسه صغيرين. هما فعلا كده، علشان كده قلبي بيتقطع عشانهم. فقدان أمهم كان صعب عليهم، وخصوصا إنهم متعلقين بيها إلى حد كبير. لكن أعمل إيه؟ الله أعطى وأخذ أمن، والحمد لله على قدر ربنا سبحانه وتعالى. هسيبك يومين تفكري بالموضوع، ومحدش هيغصبك على أي شيء انت مش مقتنعة بيه او فوق استطاعتك. اولا واخيرا ده مستقبلك، وانت بس اللي تقدري تاخدي القرار. لو سمحتي نادي على عمتي وهتصل بيكم بعدين لما تاخدي قرارك النهائي. لقيت نفسي بسأله وبقول له والقهوة اللي بيجهزوها مين هيشربها؟ رد وقال لي ان كان لينا نصيب هنشربها بعدين، ومعاها الحلويات، وساعتها هتعرف على بقية افراد عيلتك. مشي الخاطب وسابني اتخبط في كلامه، وكان مسرع ومختصر في كلامه وما ذكرش حاجة إلا بس اللي همه. ولكن أنا بالنسبة له إيه واهتماماتي إيه؟ يا ترى هو بس اللي عاوز طلبات وشروط، ولا هو جه علشان يشتري خادمة لابنه وبنته وبعدين يرجع من حيث أتى؟ هو حتى ما اقترحش إن كان ليه طلبات زي ولا لأ، ولا هو فاكر ومتوقع إن أنا هطير من فرحتي لمجرد إن جالي عريس، وإن أساسا ما فيش مجال للرفض لاني مش حلوة زي باقي البنات، وكويس جدا واحمد ربنا ان جالي عريس. القصة لسه ما انتهتش، مقسمها ل4 اجزاء، وده الجزء الاول منها، ونهاية القصة مثيرة. لو عايزين تسمعوا الجزء الثاني مننا بكرة اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله مش هتأخر عليكم. قصة سعاد مش قصة خيالية، ده قصة حقيقية وبتحصل كتير في واقعنا الحالي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك لرفع الفيديو، ولو أول مرة تشوفوا القناة شرفوني بالضغط على زر الاشتراك علشان تظهر لكم الفيديوهات. كان معاكم سوزان فؤاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.